الواد ده راح فين؟ غطسان كده في المطبخ. نعم. بعمل كوباية قهوة. نعم. بعمل كوباية قهوة. ده من امتى؟ ما عنديش انا اطفال تشرب كوباية قهوة انا. لا انت فاهمة الحوار غلط، دي ليكي. ليه؟ يعني انت بتعمل لي انا كوباية قهوة مش لله؟ مش لله، الكوباية دي مش لله. مش لله يا الكوباية دي وراها سبب. يعني انت دلوقتي بتعملي كوباية القهوة، تمام، اللي هو ايه، خدي يا ماما يا حبيبتي اصل حصل 1 2 3. ما هي الكوباية دي بتجر مشاكل وبتجر مصايب وبتجر طلبات. انا عارفة، انا من الصبح انا عارفة ان في بقك في كلام. بص 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 اهو بقك في كلام. يعني لو غيرت الكوباية مش هتبقى فيها مشاكل ولا اي حاجة، ولا وراها مشاكل ولا اي حاجة؟ عملت لي كوباية القهوة دي يا ادم، عملت لي قهوة يا ادم. ما عملكيش قهوة؟ يعني انا من يومين بالظبط عملت لنفسي كوباية شاي. يا انت ادم فضلتي عشان كوباية شاي بس، عشان كوباية شاي بس، فقلتي لي هتوديني دار المسنين، هتاكل من بازوكا. وكنت عايزة اعمل لك قعدة صلح، بس كل ده عشان كوباية شاي عملتها من غيري. صالحتي اهو كوباية قهوة. يبقى وراها ايه؟ وراها ايه؟ وراها ايه كوباية القهوة دي؟ يعني هو ولا كده عاجب ولا كده عجيب. هو في ايه يا ماما؟ انك تقوم تعمل قهوة مع نفسك دي صعبة، وكمان ترضيني صعبة. مش مطمنة يا ادم، مش مطمنة. كوباية القهوة دي وراها ايه؟ وراهاش حاجة والله، وراها فاضي. قصدك وراها ايه؟ وراها سكر وبن ومية. ايه الاستظراف ده؟ يعني انت مش عايزة القهوة دي؟ لا عايزاها طبعا. يعني كوباية القهوة دي وانت بتدهاني مش تطلب مني اي طلبات؟ لا مفيش طلبات خالص. تسلم ايدك يا حبيبي. خالص يعني خالص طبعا حبيبي، تسلم ايدك يا قلبي. خلصها بقى وتعالى ورايا. معرفش كنت هتعيشي من غيري ازاي يا ماما. حبيبي ما تحرمش منك. شايفة الوش؟ طالما كوباية القهوة بدون مصلحة تتشرب بمزاج بصراحة حبيبي. مش قوي كده يعني، انت حبيبتي. انا قلت لك حاجة. عايز ايه يعني؟ عارفة وانا بجيب لك البن ده كنت يا ماما كان قلبي بيرفرف ان انا هعمل لك كوبايه قهوه يا حبيبتي. حبيبي يا ادم، انت قلبي اصلا، انت روحي يا ادم. بس وانا بجيبها من عند عم احمد قال لي خلي ماما تعدي عليا على بعد الظهر كده. تمام. عم احمد عايزني انا اعدي عليه؟ من امتى الكلام ده؟ انا ماليش كلام مع عم احمد. ما هو مش عايزك انت لشخصك يعني. ما هو مش قال عايز ماما؟ هي مش تهديدا يعني، انا مش عايزه احرق لك المفاجاه. تحرق لي المفاجأة مع عم احمد؟ لا احرقها. لا مش عايزه احرقها لك. لما تنزلي بايه يا ادم انا قلت كوبايه القهوه دي مش بالساهل يا ادم. يعني انت نازله عند عم احمد كده اه جهزي نفسك ل 500 جنيه. انا قلت والله العظيم مش بالساهل.